ما على ودانه وكده كده هيكون حاجات سنو تلج بقى. هنا في امريكا شكلها عامل ازاي بشكل تلقائي. ازيكم عاملين ايه؟ بصوا انا لسه حاطه يعني لسه في البيت وكده، ما غيرتش من ديكور الخريف لديكور الشتاء، فروحت المول وكده عشان اشتري شويه حاجات للشتاء، فقلت اخدكم معايا بقى وكده يعني فرجتكم على اجواء المول على بسيط بشكل عام عشان ما اطولش الفيديو عليكم. المهم اتمنى ان انتوا تستمتعوا بالفيديو. كده بقى رحنا المول زي ما انتوا شايفين كده. الاجواء كلها بقت خلاص كلها شتا، كله بيقول شتا. شايفين الرجل التلج ده كيوت قوي وشكله كيوت جميل كده. اللي جنبه ده مش عارفة اشكال ايه، يعني حاجات متعلقة بقى بالكريسماس ملناش دعوة بيها. حتى اللبس كده شايفين مركزين هم على اللون الاحمر والاجواء بقى الشتوية وكده. هو بصوا اللون الاحمر واللون الاخضر مع بعض دول يعني مميزين جدا بالنسبة للشتاء والاجواء الشتوية هنا. وبرضو اللون الاحمر واللون الاسود. في لبس كتير قوي بيبقى خاص بالشتاء بالالوان دي زي ما انتوا شايفين بقى، اللي هو زينة الشتاء والكلام ده وكده، والاضاءة اللي هي الخاصة بالشتاء. ما ينفعش ناكل حاجة في المول وكده علشان انا كيتو، فقلت اجيب قهوة وكده. على فكرة حتى قدام البيوت هنا كنت صورت لكم فيديوهات قبل كده السنين اللي فاتت ان هما بيحبوا يحطوا في الشتاء اضاءة دايما قدام البيوت. الشجرة دي كيوت قوي فحبيت اوريها لكم. بعد كده بقى رحنا باث اند بودي، فقلت اوريكم بقى الشموع والحاجات وكده. هو طبعا مينفعش شموع، بس على الاقل تشوفوا الاجواء نفسها عامله ازاي. بصوا للاسف احنا كنا متاخرين شويه فمعرفتش برضو اخد جوله كامله زي ما انا عايزه، فان شاء الله اروح تاني. لو انتوا حابين ان انا بقى اعمل لكم جوله بقى تفصيليه اكتر اما اروح تاني والاسعار والكلام ده، اكتبولي في التعليق. شكلها كيوت جدا، مش عارفه ليه ما اشتريتهاش. هنا بقى عايزه اقول لكم المول يا جماعه بيقفل من الساعه 7، وتقريبا يوم السبت ويوم الجمعه بيقفل 9، فاحنا كنا يوم السبت، فالساعه دلوقتي 9، فهنروح بقى مكان تاني هوريكم واشتري منه حاجات وكده يعني. رحت بقى تي ماكس عشان اشتري بقى اكمل حاجات الديكور وكده، ولسه هروح تاني عندي فيديوهات كتير يعني لمشتريات الشتاء. بصوا هو المكان ده يعني مش بس خاص بالديكور، هو كمان في حاجات بقى لبس ولبس بيت وكل حاجة يعني تلاقوها. دي بقى بنطلونات للبيت، هتلاقوا كلها رسومات شتوية واجواء شتوية يعني. شايفين حتى الحلل لونها احمر علشان الشتا واجواء الشتا. كمان زي ما شايفين حتى حاجات الاكل موجودة برضو في المكان ده. دي بقى حلويات وحاجات كده خاصة بالاجواء الشتا بس، يعني بتبقى موجودة بس في الشتا. حل على شكل يقطينة من بواقي الخريف. شايفين بقى الحاجات دي كيوت قوي، يعني جبت واحد من دول على فكرة، شكله كيوت قوي وعجبني. ينفع كمج شرب، ينفع كحاجة للديكور تخزنوا فيه حاجة كده يعني. دي تنفع بقى للتقديم وكده برضو وعجباني، بس مش عارفة ليه ما اشتريتهاش يعني. دي بقى عشان تحطوا فيها الحلويات. اتمنى بقى ان انتوا تكونوا بتستمتعوا بالفيديو، وبان انتوا كده كأني اخدتكم معايا جولة كده وخرجنا سوا. دي بقى مخدات. بصوا انا عندي بصراحة مخدات بجيب لها اكياس لكل فصل، وعملت لكم كمان صورت لكم فيديو وريتكم بقى المخدات اللي جبتها للشتاء والكلام ده. شكلها كيوت قوي، متحمسة ان انتوا تشوفوها.
ديكورات بقى كتير على شكل شجرة الصنوبر. عارفين ليه؟ لان شجرة الصنوبر هي الوحيدة في الشتاء اللي يعتبر بتبقى موجودة وبيتساقط عليها التلج، فهي رمز للشتاء يعني، بس مش مجرد بس رمز للكريسماس وحاجة دينية. شايفين بقى المكان؟ عايزة اقول لكم الساعة دوب 9:15 او حاجة والدنيا هس يعني. يا ريت تقولوا لي التسجيل الصوتي كده الصوت تمام بالنسبة لكم ولا مزعج، لان انا مقربة جدا من المايك. رجعنا بقى البيت وكده، فهوريكم بقى الحاجات اللي انا اشتريتها. طبعا الفيديو ما يبقاش يعني ايه ممل او كده، فيا ريت تكتبوا لي رايكم في التعليقات بجد عجبكم حاجه زي كده ولا لا، بحيث ان انا ممكن مثلا معلش اشلي بقى وكارد في الخلفيه، بحيث ان انا مثلا لما اخرج واشتري حاجات وكده اوريكم، بحيث ان انتوا تتعرفوا عامه على الحياه هنا بشكل عام بشكل تلقائي، زي ما هو ده هدف القناه اصلا يعني. بس اشتريت بقى من تي جي ماكس، اشتريت دي. بصوا هحطها بقى جنب يعني اوريكم الحاجه التانية اللي هحطها جنبها وكده. بصوا انا حاولت بصراحه ان انا اشتري حاجات ما يكونش مكتوب عليها ميري كريسماس والحاجات دي وكده، بحيث ان هو بس ده ديكور للخريف سوري للشتاء. يعني مثلا الشجره دي مشهوره جدا جدا في الشتاء اصلا يعني، تمام. فحاولت ان انا بشكل عام ديكور الحاجات اللي انا اشتريها تكون متعلقه باجواء الشتاء، مش متعلقه بفكره اجواء الكريسماس، لان احنا مسلمين فمش بنحتفل بالكريسماس، تمام. بس شكلها حلو قوي عجبني، وهعمل لكم برضو قولوا لي في الكومنتات لو حابين ان اعمل لكم فيديو اوريكم بقى بعد ما احط الحاجات والكلام ده وكده، عشان انا كنت عملت فيديو للمطبخ وكده يعني اوريكم بقى بعد المطبخ قبل وبعد في اللي هو ديكور الخريف، بس ما حدش اتفرج عليه قوي، فمش عارفه بتحبوا النوع ده من الفيديوهات ولا لا. دي بقى الحاجه التانية اللي انا جبتها، بصراحه ما قدرتش ما جبتهاش، كيوت قوي يا جماعه. مش عارفه هو اللي فوق ده ايه يعني، هو كانه حاطط سماعه على ودانه وكده، ولا هو اللي باين اللي هو كلب، ولا هو اللي هو باين اللي هو الغزاله وكده والكلام ده، فشكله حلو برضو، مش مكتوب عليه كلمه مثلا معينه خاصه بحاجه دينيه يعني، فعجبني قوي. فهحطهم بقى الاتنين دول، هحطهم جنب بعض، هحطهم جنب بعض. دي هحط فيها يعني هحط فيها مكسرات وكده. بصوا دي بقى انا جبتها علشان عارفين انتوا اللي هو المعلقه وكده، اما الواحد يكون بيطبخ والكلام ده، فما يحط المعلقه جنب على البوتاجاز بتوسخ الدنيا وكده، فدي جبتها يعني لايقه شويه. بصوا مع الالوان يعني في الشتاء والكلام ده، واللون الاحمر والاخضر، وبرده عادي تنفع طول السنه يعني. بعد كده بقى ندخل حاجات جبتها من تارجت. ده شايفين شكله حلو قوي يعني. بص انا بحب سنو مان جدا يعني، انا هحاول غالبا معظم الديكور هيكون سواء في الاوضه بتاع الليفينج او الاوضه او هنا المطبخ وكده، هيكون حاجات سنو مان. عجبني قوي يا جماعه، شكله كيوت على الحقيقه والله، احلى كمان من وده برضو يبقى 2 كده مع بعض، ولسه كمان هجيب حاجات فيها سنو مان تاني. بس انتوا يا ريت بس تقولوا لي في التعليقات انتوا اصلا بتحبوا فيديوهات المشتريات والحاجات دي وكده ولا لا، بحيث عشان ما اصورش وما يكونش حد حاببها يعني، لان انا في حاجات لسه تانية هشتريها كتير للشتاء وكده، فقولوا لي لو انتوا حابين هوريكم الحاجات التانية اللي هشتريها. جبت المجين دول، واحد اخضر وواحد احمر، فباين ولا ايه؟ تمام. اللي هو برضو ايه اجواء الشتاء وشجره على فكره الشجره دي مش كشجره كريسماس، هي اصلا شجره يعني. الشجره دي ليه في الشتاء بالذات؟ علشان دي اكتر شجره بتفضل خضره، هي دي الشجره الوحيده يعتبر اللي موجوده، اللي هي شجره الصنوبر اللي بتفضل موجوده، تمام. فعشان كده بيبقى عليها التلج، فعشان كده هي اصلا يعتبر شجره الشتاء يعني، مش شرط ان هي تكون شجره كريسماس او كده. برضو اللي هي ايه الشجره وكده، بس دي لونها ذهبي بقى. لكم بقى حاجات اشتريتها من تصورهم اللي هو المحل اللي هو $1.25 ده، ففي حاجات غاليه في حاجات رخيصه بشكل عام يعني، بنوع لان على حسب الحاجه اللي بتعجبني، مش شرط يعني منين. دي جبت دي مشهوره، دي برضو زي ما بقول لكم دي متعلقه بالشتاء. انا عارفه ان انا عندي واحده اللي هي جبت دي برضو كده، بس دي هتبقى في مكان ودي في مكان تاني، دي هتتحط كده في فازه لوحدها. هوريكم بقى اللي هحطه مع دي، هحطهم كده مع بعض، معاهم برضو واحده تانية، هحط دول كده مع بعض، اجواء شتاء يعني، تمام. فهحطهم بقى، هحط بقى دول مع بعض وكده، فبحيث ان هما يبقوا في فازه هتبقى لونها يعني زي اوف وايت كده يعني،
تمام. فبرضو زي ما بقول لكم معلش تاني قولوا لي لو حابين اشارك معاكم الديكور ولا لا. ودي برضو نفس الحكايه، اللي هو بيكون كده برضو نفس الشجره والبتاع الاحمر ده. بصوا بقى دي حاجات تلج بقى، تلج. انا بعشق التلج يا جماعه، بعشق التلج، منظر التلج ومناظر التلج والكلام ده وكده بشكل عام. فدول بقى هعلقهم يعني بشكل عام بقى في اماكن في المطبخ يعني. تمام. متحمسه جدا فكره الاجواء بقى وكده، فمتحمسه لدول قوي. ودي برضو بصوا رجل الثلج ده موجود، اشتريت منه زي ما بقول لكم كذا حاجه اهو، لسه هشتري تاني يعني، لسه في حاجات تانية هشتريها موجوده في اماكن معينه عارفه، فهروح اشتريها احتمال بكره كمان. بص دي بقى دي اللي بتنزل من دي مشهوره برضو في الشتاء قوي، اللي هي بتنزل من تقريبا من شجره الصنوبر تقريبا، ف هي ملهاش ريحه عشان دي مش حقيقيه. فبصوا دي برضو ايه اجواء، دي مش شجره، دي اللي هي البتاع اللي هي بتبقى موجوده في يعني، عارفين انتوا كده تقريبا كان في كرتون وكده كان هو بياكلها او ماسكها، مشهوره يعني للشتاء. بصوا بقى اشتريت العلبه دي عليها رجل الثلج، عليها رجل الثلج وكده، فانا زي ما بقول لكم حبيت، كان في بقى اللي هو عليها بابا نويل والكلام ده، بس انا زي ما بقول لكم حابه ان انا الديكور بشكل عام مش عايزه ادخل فيه يعني موضوع بابا نويل والكلام ده وكده، عشان يبقى فكره الديكور اللي هو اجواء الخريف اجواء الشتاء، قصدي ديكور للشتاء ملوش علاقه بالكريسماس يعني، فاهمين قصدي، اللي هو مركزه بقى على الحاجات اللي هي الشتويه يعني، رموز للشتاء. تمام. فدي بقى هحط فيها دول. تمام. هحطهم جوه العلبه دي وكده يعني، اللي هو كانهم يعني هما بيبقوا للديكور يعني كده، فانا بقى قلت اعمل لهم الفكره دي. بس كده بقى دي الحاجات اللي انا اشتريتها وكده. اتمنى الفيديو ما يكونش طويل عليكم، واكتبوا لي تاني معلش في الكومنتات لو حابين ان انا بقى ابقى دايما اعمل لكم يعني فيديوهات للمشتريات والكلام ده، اما اخرج بره اوريكم الاماكن اللي انا مثلا بروحها، الحاجات اللي انا بشتريها، بحيث ان هو اصلا ده هدف القناه، اللي هو فكره ان انا انقل لكم الحياه هنا في امريكا شكلها عامل ازاي بشكل تلقائي. تمام. فبس اتمنى ان كنتوا استمتعوا ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالفيديو. هحاول بقى ان انا ابدا اقول الموضوع ده، لو فعلا عجبكم الفيديو اعملوا لايك او اكتبوا كومنت او كده، بحيث ان انا ابقى عارفه ان فعلا الفيديوهات دي بتعجب الناس، ما بقاش كاني بعمل فيديوهات لنفسي انا وبس. بس سلام بقى يا ريت ما يكونش طولت عليكم. سلام.